بتكلم كتير قوي. النقطة دي خلينا نوزعها على شقين مختلفين شوية. نقطة انه انا بتكلم كتير قوي علشان ابرر نفسي، او محتاجة احس ان الناس فهماني، او محتاجة احسس الناس ان انا فاهمة. الحاجة التانية اللي ممكن تكون من اسباب كمان الصوت العالي، انه انا مش فاهمة نفسي وبتكلم كتير، فانا طول الوقت حاسة ان انا الكلام مش كفاية. لما تبقى انتي فاهمة نفسك، مش ضغطة نفسك بأفكار ومشاعر انتي مش فاهماها، ده هيترتب عليه انه عادي اتكلم او ما اتكلمش، او انا عارفة الخص نفسي في جمل بسيطة. فاهمين النقطة في ايه؟ انا لما بكون شخصية مضغوطة متوترة، مش فاهمة مشاعري، وعندي شوية افكار كتير جدا مش عارفة ارتبها، ومش عارفة اقتنع بايه وما اقتنعش بايه، وفي حاجات كتير جدا جوه دماغي انا مش عارفة اترجمها ازاي. فتلاقيني طول الوقت بفضل اتكلم كتير جدا، او بنفعل بسهوله جدا، طول الوقت متوتره. التوتر ده باين عليا، اوقات بنتحط في الكورنر ده. تصليح النقطه دي انك تفضلي تسالي نفسك ليه. I think انكم سمعتوا النقطه دي عند ناس كتير جدا.